لو نمشي للحاسة نقول لهم انتم كلابطة كلبطوا انتم شبارقة بالقاسموا تو هالكلام اللي قلته هاي الكلام اللي قلته. شوفوا اخوانكم العرب كيف حرفوه. احد المحطات العربيه تقول اصدر الاوامر للجيش والشرطه بالقضاء على المتمردين. تصور شوف انا اقول كلام زي هذا. انا طلبت من الجماهير تمشي تاخذ اولادها وتقبض على اللي غرروا باولادها، لكن نهار تبدا ليبيا في خطر، وحدتها الوطنيه في خطر، وتبدا القاعده بالتمركز في ليبيا، حتى مجلس الامن يدي باستخدام القوه. توا عمليات قبض عاديه، لكن توا تطلعوا من بيوتكم كلكم الرجال والنساء اللي معايا، امن المدن وامن الواحات وامن القرى، وكذبوهم وخلي يتفرجوا عليكم. باهي تو اعترفوا تو انهم متمردين. قبل كانوا يقولوا متظاهرين. فيه مظاهرات في ليبيا كلها مظاهرات تأييد. باقي اللي اعترفوا انهم متمردين. المطلوب تسليم الأسلحة فورا اللي روعت الناس. بنغازي تحتضر تموت مرعوبة من الأسلحة اللي في يد الأطفال الصغار. بتموت ما عادش عندهم مية ولا ماكلة ولا كهرباء ولا أي شيء. أطلعوا بنغازي، انقذوا يا بنغازي، انقذوا نفسكم. وحرروا عبد الفتاح اللي حرركم، حرر بنغازي معايا ليلة الثورة، وخلى هو اللي تفاهموا انتم وياه وتديروا البلد لغايه ما يعود الامن للاصابه وتعود السلطه الشعبيه، اعتبارهم بكره سيبدا تشكيل الشعبيات الجديده والبلديات الجديده والمؤتمرات الجديده واللجان الشعبيه الجديده. من بكره تبدا، وهو يساعدكم. حرروه، عيب عليكم، عصابه انتم. بنغازي معقوله؟ تسليم الاسلحه فورا واعادتها للجهات اللي اخذوها منها، والا حترعب البلاد وتسبب مجازر. اطفال مهووسين سكرانين وعندهم سلاح ورشاشات. تسليم الاسرى من الشرطه ومن الجيش، اي حد يقبضوا عليه يسلموه فورا. والقبض على المشاغبين وتسليمهم للامن حتى يتم تربيتهم واعادتهم الى رشدهم، ويمروا بفتره نقاهه حتى يبروا من الحبوب اللي لهم كم يوم ياخذوا فيها، لانها مضره جدا هذه بالقلب. إزالة كل المعوقات الحياة في الشوارع. الدكاكين تفتح، الدكاكين يجب تفتح، الكوش تفتح، المطارات تفتح، المواني تفتح. ما تخربوا بلادكم بلا مبرر. ليش؟ شنو السبب؟ ما الذي دهاكم؟ هذه عين كما يقولوا. خلاص امنت بالعين، بلاد امنه وتعينت. يجي ارواحنا في امان وفي رخاء، وبترولنا وميتنا وسلام وهناء، والدنيا تحترق حولنا. نروح احنا نحرق بلادنا؟ طبعا أنا بقول لكم في النهاية لا يمكن لأحد عاقل يسمح ببلاده تتمزق أو تصبح في يد قبضة من المجانين. عفوا، بلغوني ان الشعر اللي قلته عن الزنتان هذاك الوقت في انقطاع في الفني ما سمعوش. وسامحوني بنعاوده مره ثانيه اذا كان الارسال تو ماشي كويس.
قلت لكم قلت لكم واحد ورفلي، عفوا شاب ورفلي غلط في واحد زنتاني، فالزنتاني يزعل وحسب عليه ورفله كلهم، وقال مش عاد نجيكم وما نش عاد اصحاب ولا عاد نجي لي بن وليد، وزعل له قالها في قصيده بتاعت شعر. ردوا عليه ورفله قالوا له غلطها شاب من الاعدادي لا يعرف التاريخ لا انساني. يعني قالوا له شاب من الاعدادي، مدرسه اعداديه، ما يعرف التاريخ ولا يعرف معركه الكردون زي ما قلت ثاني تو، هالشباب اللي تو موجودين ما يعرفوا اهلهم وجدودهم، وما يعرفوا معركه الكردون، وما يعرفوا المرحوم محمد الصغير العايب اللي كان يحل في المشاكل في زنتان وكنا نعتمدوا عليه. قالوا له يا ودي ما تواخذنا، قصدي حتى احنا ما نواخذ زنتان، يعني ما نواخذهم زنتان الابطال، لان قالوا لي يا ودي غلطها شاب من الاعدادي لا يعرف التاريخ لا انساني، لا هيش مقصوده ولا غلطتنا، شباب طيش من وكاله البناني. قال هذا شباب طايش من اللي ياكلوا في البناني بتاعين الموز. قال يا جماعه، قالوا يرى الشعر هذا جماعه في زنتان ما سمعوش، ارجوا تعاودوا، انا عاودت علشانهم. حتى تو الشباب اللي موجودين في زنتان هم من الشباب الطيش، لكن جيبوهم لي، يا ريت تجيبوهم لي بس. كل الشباب هذول انا نبيهم، انا نبي الشباب الثاير، انا اللي سميته جيل الغضب. معقول الشباب الفاتح يترك المجاد يضحي به ويحرق الجماهيريه بتاعت دوله الجماهير علشان وحدين مقملين مسخين يتبعهم عملاء المخابرات الاجنبيه والدراوشه؟ من يصدقها هذه؟ لا يمكن، مش ممكن شبابنا يقودهم واحد اخر. هم اذا كان ما تبعوش معمر القذافي بيتبعوا واحد مدمل بلحيته. مش ممكن. الشباب معنا احنا، هذول شبابنا، هذا جيل الغضب اللي انا ربيته. هم يهتفوا في كل مكان يقولوا نحن جيل بلا معمر واللي قاعدين يتدمر. اخيرا يا ساده، ما لم تتحقق هذه الاشياء، تسليم الاسلحه، تسليم الاسرى، تسليم المشاغبين، القبض على اللي غرروا باولادنا، وازاله كل شيء، واعاده الحياه الطبيعيه للمواني والمطارات والطرق والمخابز والميه والتموين والمواصلات والاتصالات، وتعود الحياه هانيه والعائلات تقعد عايشه في امان، واطفالنا عايشين في امان، ويروحوا في الشارع وللمقهى وللملاهي وللمطاعم. ما لم يتحقق هذا، ونرى ان وحده ليبيا تتعرض للخطر، او ان قوى معاديه للديمقراطيه معاديه للحريه بتشوه الاسلام، القاعده بالذات، نراها اذا كان هذا نراه بتحقق سنحول دون تحقيقه. عندئذ نقول لكم سيعلن الزحف